السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل اسهل والذ وصفه فطير ممكن تتخيليها او تعمليه. هتعملي فطير ال5 دقايق زي ما بيقولوا، من غير لا فرد كتير ولا عجن ولا مجهود خالص، ولا كمان هياخد منك كميه زبده ولا اي تعب. هتشوفي النتيجه اللهم بارك تحفه، وانتوا شايفين الشكل كمان بيتكلم عن نفسه. وهوريكم كمان التوريقه بتاعته قد ايه الفطير بتاعي خفيف وهش زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى كده هقطع واحدة معاكم وشوفوا التوريقة كمان من جوه. شايفين شكلها اللهم بارك تحفة. اتمنى تجربوا معانا الوصفة وتشوفوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم متنسوش تحطوا له لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. تعالوا بقى بينا نصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبدأ الاول بالحشوة بتاعة الفطير بتاعنا، والحشوة زي ما تحبوا وزي ما تفضلي. انا معايا نص كيلو لحمة، بحط عليه نص كيلو بصل مع 2 فلفل حراق او عادي، ده براحتك. ممكن تقللي تكتري، دي حاجه راجعه لك. الكميه دي كبيره على كميه المعجنات اللي انا عملتها. انا بعملها واحطها في علبه في الفريزر. تمام. هناخد ايه؟ هناخد معلقتين ماده دهنيه زيت سمنه اللي يريح. اول ما الطاسه بتاعتي تسخن كويس جدا، طاسه على البوتاجاز، هنزل باللحمه بتاعتي. لازم تديها صدمه عشان ما تنزلش العصاره بتاعتها، وتفضل اللحمه بتاعتك طعمها حلو وما تنزلش ميتها في قلب الطاسه. هنا بشوح اللحمه بتاعتي، تانيني اقلب فيها لحد ما اللحمه تغير لون خالص بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بحطش ملح او اي توابل في المرحله دي خالص الا لما اللحمه تغير لون. هديها التقليبه بتاعتي. في الوقت ده هجيب البصل بتاعي اللي انا مقطعاه، ممكن تقللي او تزودي او تضيفي، حاجه راجعالك براحتك خالص. وهدي البصل بتاعي تقليبه كده مع اللحمه. كانت اللحمه خلاص غيرت لون زي ما انتوا شايفين. شايفين النتيجه؟ ما جابتش اي ميه معايا في الطاسه. نزلت معايا بالفلفل، هقلبه برده واديله تقليبه كده. انا بستعمل توابل بسيطه جدا. انا هحط عليها معلقه بهارات لحمه، معلقه واحده من بهارات اللحمه. حابه تزودي تقللي، حاجه راجعالك، حطي المكونات اللي انت تحبيها. هسيب بقى العصاج بتاعي يتعصج واروح للعجينه بتاعتي اللي احنا هنشتغل فيها. تمام كده. في بولة معايا 500 جرام دي متعدد الاستخدامات او جميع الاغراض. هنزل عليهم ب3 معالق كبار دقيق سمولين، اللي هو دقيق البسبوسه الناعم. لو ما عندكيش ممكن تستخدمي 3 معالق دقيق ذره. والخطوه دي مهمه جدا، بتدي العجينه بتاعتك توريقه ونعومه حلوه جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. معايا كمان معلقه سكر كبيره ونص معلقه ملح. هي دي المكونات بتاعتي اللي هحطها. هنزل عليهم بكوبايه ميه، وكل ما الاقي العجين بتاعي عايز ميه هديله. في المرحله دي احنا مش هنعجن. هوريكي طريقه سهله جدا للعجين حتى تعمليها في اقل من 10 دقايق هتكوني مخلصه العجين بتاعك. ابتدي اشيل المعلقه وابتدي ازود الميه تدريجيا واحده واحده كده، وانت بتقلبي. كل ما تلاقي العجينه بتاعتك عايزه حطي لها ميه. هي هتاخد منك ميه زياده شويه عشان الدقيق السمولينا بيشرب الميه او بيمتص السوائل. هبتدي اعجن بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اول ما العجينه تتلم معايا هشيل ايدي من العجينه واغطيها، لسه ما اتعجنتش، واغطيها واسيبها تريح لمده 5 دقايق بس. مش هتاخد اكتر معاكي من 5 دقايق. تمام. بعد 5 دقايق رجعت للعجينة بتاعتي. شايفين العجينة؟ العجينة ابتدت تريح معايا وابتدت تنعم. هنبتدي نعجن. في الوقت ده هتاخديها كمان 5 دقايق عجن، مش اكتر من كده. في الوقت ده العجينة بتاعتك هتلم وهتديكي نتيجة حلوة جدا. لو حابة كمان تعجني عجنتين وتريحيها كمان 5 دقايق هتديكي برضو النتيجة احسن واحلى. بس انا بصراحة عجنت على طول واشتغلت فيه. خدت مني عجين قد ايه؟ خدت مني تقريبا 10 دقايق عجن. عجن بالراحه زي ما انتم شايفين. خدت قد ايه ميه؟ كوبايتين 2 ونص لحد ما العجينه نعمت كده. تمام. العجينه بتاعتك عشان تعرفي انها كويسه هتلاقي البوله بتاعتك نطفت. العجينه بتاعتي بتنط كويس جدا. شايفين؟ بتنط زي الاستك بالطريقه دي، ما بتتقطعش. كده تعرفي ان العجينه بتاعتك اللهم بارك هتطلع معاكي ناجحه جدا. هبتدي بقى ادمج العجينه بتاعتي كويس كده، وهجزأ العجينه بتاعتي على طول، مش هريحها. في صينيه هدهنها دهنه زيت كويسه كده عشان الفطير بتاعنا ما يلزقش. وهبتدي اجزأ العجينه بتاعتي. تمام. انا بدهنها دهنه زيت. اهم حاجه تدهنيها بلاش سمنه في المرحله دي، ادهنيها زيت. هبتدي اجزأ العجين بتاعي. هجزأه قد ايه؟ قد حجم الليمونه الكوره، تقريبا 40 جرام. هتطلع معاكي من 23 ل 25 قطعه زي ما انتم شايفين بنفس الحجم ده. تمام. لو انت مش بتعرفي تقطعي كده اعملي على الميزان عشان يريحك. هنا كنت خلصت كمية العجين بتاعتي، لسه في كمية تانية بس انا بوريكم الصينية اللي انا قطعتها. هبتدي اغطيها كويس بس بعد ما ادهنها بالزيت. عايزه اوريكم حاجه. انا هنا معلمه اول كوره انا عملتها علشان امشي عكسها. يعني اول كوره انا بداتها هي اللي انا هشتغل فيه. بتضغطي عليها بصبعك كده عشان تعلميها. تمام. هبتدي اغطي العجين بتاعي واسيبه يريح تقريبا ربع ساعه. شايفين شكله؟ اللهم بارك تحفه. هنا كان عدى عليا بالظبط ربع ساعه. هبتدي اخد العجين بعد ما ريح خالص. انا هنا بوريكم ان العجين ريح او مفيهوش خميره بس ريح جدا.
معانا بقى المادة اللي هنورق بيها الفطير بتاعنا. معايا ايه؟ معايا نص كوباية زيت، معايا كمان كوباية زبدة على سمنة، او ممكن سمنة بس او زبدة بس، اللي يريحك اشتغلي بيه، المتاح عندك اشتغلي بيه. بس مش هينفع ان انت تشتغلي بزيت بس، الزيت هيبقى مجرد ان انت هتفردي بيه، لكن السمنة اساسي او الزبدة للفرد. تمام. هبتدي اخد اول كورة عملتها اللي هي انا علمتها، وهبتدي افردها كده. انا مش عايزة سطح العمل بتاعي يبان انا او ترققيها قوي، انا عايزاكي بس تفردي كده، هي هتمشي معاكي بكل سهوله، لان العجينه اللهم بارك مريحه جدا. وبرده زي ما بقولك مش عايزاكي ترققي قوي. تمام. وهبتدي بعد ما فردتها كده اخد دهنه من الخليط اللي معايا اللي هو السمنه على الزبده، وارشه على الفطيره بتاعتي كميه بسيطه جدا بطرف ايدك كده، ودهني الفطيره بتاعتك. تمام. وهبتدي اخد الطرف الاولاني لجوه والطرف التاني عليه، وهتني الطرف التالت عليه. هعملها زي نظام الظرف كده. ادي شكل الفطيره بتاعتنا بعد ما خلصتها. في صينيه مدهونه دهنه زيت هبتدي ارص الفطير بتاعي عليه. دي تاني واحده كنت دهنت برضو سطح العامل بتاعي شويه زيت، وهبتدي افردها. شايفين الفطيره بتاعتي بتفرد بكل سهوله، طريقتها سهله جدا من غير تعب. العجينه بتاعتي مريحه، دي السمولينا مديها طراوه حلوه جدا جدا، وكمان منشط الجلوتين فيها. شايفين الشكل؟ اللهم بارك، تحفه. تمام كده. ابتديت برضو اديها دهنة سمنة او زبدة، وهبتدي ادخل الطرف التاني واطبقها بنفس الطريقة اللي انا طبقت بيها التانية، وما بين كل رقة والتانية اديني دهنة زبدة خفيفة كده. شايفين الشكل؟ في صينية بقى زي ما قلت لكم مدهونة دهنة زيت، وهبتدي احط الفطاير بتاعتي جنب بعض. ما تقلقيش، مش هتلزق حتى لو ضيقتيهم جنب بعض. شايفين شكلها؟ اللهم بارك. بصوا انا بوريكم ان هي ابتدت تنتفخ مني من الهواء، الجو حر جدا. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. دي الكميه اللي انا عملتها. هبتدي اغطيها. انا بوريكم ان اول حاجه انا عملتها ابتدت ترفع. هبتدي اغطيها بكيس بلاستيك وادخلها التلاجة تريح معايا. تمام. مش هتريح كتير لحد بس ما اخلص فرد التانيين، اول ما اخلص التانيين هبتدي اشتغل بيه على طول. هنا كانت الفطاير بتاعتي ريحت، اول فطير بتاعي ريح. شايفين شكله اختلف ازاي؟ هنا بقى معايا العصاج اللي انا عملته معاكم زي ما انتم شايفين شكله. مش عايزه فيه نسبه سوائل خالص علشان ما يقطعليش الفطير بتاعي. على نفس سطح العمل اللي كنت شغاله عليه، وهاخد اول واحده عملتها هبتدي اضغط عليها ضغطه بسيطه كده، افردها. مش عايزاها رقيقه، انا يا دوب بفردها فرده بسيطه جدا. هاخد بقى معلقه من العصاج بتاعي واحطها في نص الفطيره بتاعتي بالطريقه دي. لو انت حابه تغيري الحشوه ده راجع لك، وممكن كمان تعملي حشوه كاستر وتحطيها فيها، وممكن تسيبيها ساده. في تلك الاحوال نتيجتها حلوه جدا. والحشوه دي بتاعتي ممكن تضيفي جبن، ممكن تضيفي زيتون، بس انا استكفيت بكده. ادي شكل الفطيره بتاعتي على الصاج بقى ولا صينيه، وهبتدي ارصهم جنب بعض. دي تاني واحده انا عملتها معاكم. شايفين شكلها؟ الفطير بيمشي معايا بكل سهوله. اظن ما فيش اسهل من كده، ولا فرد ولا توريق. شايفين شكله؟ هحط عليها برضو كمان معلقه عصاج زي ما احنا متفقين. وزي ما قلت لكم انت ليكي حريه الاختيار، تكتري او تقللي او تزودي اي مكون انت حابه. وهقفلها بنفس الطريقه. باخد اول طرف احطه على التاني، واجيب الطرف التاني عليه، واعملها زي نظام الظرف كده. ادي شكل الفطيره بتاعتي. الصينيه اللي انا هحط فيها مش مدهونه اي حاجه، هو فيه ماده دهنيه كفايه جدا. شايفين شكله؟ اللهم بارك، تحفه. انا بقى مش هريح في المرحله دي وخلاص، خمران، الجو حر جدا ورافع. على فرن ساخن هدخله على درجه 220. الفطير بيحب نار عاليه. هنا كنت حطيته في فرن البوتاجاز، كنت مسخناه من قبليه على درجه 220 زي ما قلت لكم. الفطير بتاعي بياخد قد ايه في الفرن؟ ما بيكملش 10 دقائق. دي كانت اول كميه انا خلصتها واشتغلت فيها على طول، لان انا بوريكم ان انا اشتغلت بيها على طول، ما خدتش مني اي وقت. اول ما بتخلصي بتدخلي الفرن، لان الجو حر والعجينه هترفع منك على طول. تمام كده. زي ما انتم شايفين شكلها؟ اللهم بارك، تحفه. هبتدي بقى ايه انا في بعد المرحله دي بشويه كده، اول ما بحس ان الفطير بتاعي ابتدى ان هو خلاص يستوي، بحط رشه جبنه موتزاريلا. لو انت حابه تستغني عنها براحتك خالص، دي اختياري. بس هي في تلك الاحوال الفطير بتاعك هيطلع اللهم بارك، هي بس مجرد شكل ولون. هنا كان الفطير بتاعي بعد ما خلص. شايفين شكله؟ اول ما بيطلع سيبيه يهدى. لو انت حباه طري هتغطيه، لو انت حباه ان هو يفضل مقرمش وناشف زي ما انت شايفاه كده، طعمه جميل جدا، ناشف وهش من بره، وكمان مورق جدا جدا من جوه. شايفين شكله؟ اللهم بارك، تحفه. اتمنى بقى ان انتوا لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل جديد. شايفين الفطير بتاعي عامل ازاي؟ وجبه سهله وخفيفه جدا واقتصاديه كمان، خدتش منك اي وقت ولا اي مجهود. لو انت مبتدئه وخايفه ان انت تعملي الفطير هيطلع معاكي من اول مره اللهم بارك، تحفه. شايفين التوريقه بتاعته؟
شكل وطعم وسهولة أظن مفيش بعد كده. وكمان الحشوة بتاعته غنية جدا جدا. أتمنى إن وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم، وأكون قدرت أوصل لكم حتى لو معلومة بسيطة، وتكون الوصفة نالت إعجابكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد تاني. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين، كل عام وانتم بخير.